لو انت لسه مخلص ثانويه عامه وداخل على كليه حاسبات ومعلومات وعايز تعرف ايه احسن جهاز تشتريه مناسب للبرمجه والاستخدامات بتاعه البرمجه كلها، او لو انت مبرمج شغال في شركه وعايز برضو تجيب لابتوب ينفعك للبرمجه ويشتغل معاك باداء كويس ويعيش معاك لفتره طويله، ففي الفيديو ده انا هقول لك ايه احسن مواصفات تشتغل معاك وتديك اعلى اداء ممكن في البرمجه من غير بقى اي مقدمات كتير. ده في الفيديو بتاعنا. في البدايه احنا عندنا البرمجه من حيث متطلبات المواصفات بتاعه الاجهزه بتتقسم لنوعين. النوع الاولاني هي البرمجه اللي ما بتحتاجش امكانيات عاليه، وهنا دي بتكون زي برمجه الويب او برمجه الابلكيشنز، ودي برمجه ما بتكونش محتاجه اجهزه تقيله او اجهزه عاليه قوي. والنوع الثاني من البرمجه هي البرمجه اللي بتحتاج متطلبات عاليه عشان تشتغل، مش كلغه برمجه بس ولكن كبرامج مساعده للبرمجه. فمثلا حاجه زي برمجه الالعاب دي بتحتاج جهاز عالي شويه مش كلغات برمجه، ولكن لانك ممكن تشغل محركات زي انريل انجن مثلا، تشغل برامج 3 دي زي بلندر او اي برنامج لصناعه الشخصيات بتاعه اللعبه. فهنا النوع دوت من البرمجه بيكون محتاج شويه لاجهزه عاليه. نبدا بالنوع الاولاني وهي حاجات زي برمجه الويب او برمجه الابلكيشنز اللي زي ما قلت ما بتحتاجش امكانيات عاليه. وهنا المواصفات اللي هتمشي عليها هتكون كالتالي. اول حاجه بالنسبه للمعالج، فانت مش محتاج معالج عالي خالص. حاجه زي كور اي 5 الجيل الثالث او الجيل الرابع هتكون كويسه جدا، او اي حاجه تكون بس بتشغل ويندوز 10 كويس من غير اي تهنيج. وطبعا كل ما جبت جيل اعلى كل ما كان السعر بقى اعلى، ولكن هتاخد سرعه اكبر في البرمجه بتاعتك. او لو انت هتجيب حاجه اي ام دي مش حاجه انتل، فانت حاجات زي الاي ام دي الاي 10 مثلا الجيل السابع او الجيل السادس، او الاي ام دي حتى الاي 8 هيشتغل معاك برده كويس. مش محتاج ان انت تطلع لمعالجات الرايزن 3 ولا حتى الرايزن 5 والكلام دوت عشان تشتغل في البرمجه الخفيفه. بالنسبه للرامات، فالرامات ابدا ب 8 جيجا. عرفت تزود لل 16 هيكون طبعا افضل، ما عرفتش خليك في ال 8 لحد ما يتوفر معاك مبلغ وتزود ساعتها لرامات 16. بالنسبه للهارد، فالهارد دايما طالما هتبدا برمجه او اي نوع شغل لازم تكون جايب هارد اس اس دي. حتى لو الجهاز بياخد هارد واحد ركب اس اس دي، ما تركبش اتش دي دي ايا كانت بقى المساحه اللي انت مش محتاجها. وده لان المساحه ما بتفرقش خالص في سرعه الهارد، انت بتجيب المساحه المناسبه ليك على حسب الداتا اللي انت هتحطها على الهارد دوت. لكن السرعه لازم تكون جايب هارد اس اس دي، هيفيدك كويس جدا. وطبعا لو كان ام دوت 2 او حتى ان في ام اي هيكون افضل من ان يكون اس اس دي ساتا. فرق السرعات ما بيبقاش كبير، بس انت طبعا كل ميجا بايت في الريد والرايت هيكون افضل بالنسبه لك طالما انت شغال في البرمجه. بالنسبه لكارت الشاشه بقى، فانت هنا مش محتاج اي كارت شاشه خارجي خالص، واي كارت مدمج هيكون كافي بالنسبه لك، لان اصلا البرمجه دي ما بتحتاجش اي حاجه ليها علاقه بكروت الشاشه، لان ما فيهاش اي صور او فيديوهات. انت هنا عباره عن تكست، انت ما الا عمال تكتب تكست، والتكست ده انت معتمد على بروسيسور ورامات واس اس دي يعالجوا الاكواد اللي انت بتكتبها بسرعه. لكن كارت الشاشه انت بتحتاجه في الحاجات اللي فيها جرافيك، فيها مثلا العاب، في الكلام ده كله، حاجات فيها صور او فيديوهات، هنا انت بتحتاج كارت شاشه. لكن غير كده البرمجه ما بتحتاجش خالص كارت شاشه خارجي، وزي ما قلت اي كارت مدمج هيكون كافي وزياده بالنسبه لك. ده طبعا في حاله انك هتشتغل برمجه بس. ممكن واحد يكون جايب اللاب للبرمجه ومعاه مثلا عايز يشغل العاب تقيله، ساعتها انت هتبدا تجيب بقى كارت شاشه ومواصفات اعلى على حسب نوع الاستخدام الثاني اللي هتستخدمه جنب البرمجه. لكن لو برمجه بس، حاجات زي برمجه الابلكيشنز او برمجه الويب، المواصفات اللي انا قلتها دي هتكون كافيه وزياده بالنسبه لك. ندخل على النوع الثاني بعد كده بقى من البرمجه، وهي البرمجه اللي بتحتاج زي ما قلت اجهزه تقيله، لان مش بس برمجه كبرمجه ولكن لانها هتحتاج انك تفتح برامج ثانيه مساعده معاها زي برامج المحركات زي انريل انجن او يونيتي، او برامج مثلا صناعه الشخصيات لو هي برمجه العاب. فهنا انت بتبدا تحتاج اجهزه اعلى وبادجت اعلى شويه. فهنا انت بتبدا بمعالج كور اي 7 من الجيل السادس، ما يقلش عن الكور اي 7 الجيل السادس عشان ما يبداش يهنج معاك. او لو انت البادجت قليله خالص، هات اقل حاجه تكون الكور اي 7 الجيل الرابع عيله الام كيو زي الديل بريسيشن الام 6800 او الام 4800. ده لو انت البادجت قليله خالص، لكن لو تعرف تعلى هيكون طبعا افضل. ولابات من الكور اي 7 الجيل السادس تكون البدايه بالنسبه لك، مش هي دي اعلى حاجه ولكن بدايه. واللي طبعا هتفرق برضو على حسب نوعيه الشغل بتاعك، لان في واحد شغل ممكن يكون شغل تقيل وبروفيشنال، واحد تاني لسه بيتعلم وحاجات بسيطه في البدايه. فالبدايه بالنسبه لك اللي تبدا بيها هتكون الكور اي 7 الجيل السادس فئه الاتش كيو. لابات مثلا زي زد بوك ال 15 جي 3 او الزد بوك ال 17 جي 3 او اللينوفو البي 50 الثينك باد، كل دي موديلات هتكون كويسه جدا لو انت لسه بادئ، او لو حتى شغلك متوسط هتكفيك وكويس. او لو حاجه مثلا لو انت عايز تجيب حاجه اي ام دي، فحاجه زي الرايزن 7 الجيل الثاني او الثالث هتكون كويسه، او الرايزن 5 الجيل الرابع او الخامس برضه هتكون كويسه بالنسبه لك. ده انا كل المواصفات اللي بقولها دي هي مواصفات البدايه، وكل ما عليت زي ما قلت كل ما بتدفع اكتر ولكن بتاخد اداء اعلى في الشغل بتاعك. بالنسبه للرامات بقى، فانت هنا البدايه بتاعتك بتكون 16 جيجا. عرفت تطلع لل 32 تمام، ما عرفتش ال 16 هتكون كافيه. وقدام لو شغلك بقى تقيل قوي وخلاص محتاج متطلبات اعلى، ساعتها هتزود لل 32 جيجا. وبالنسبه للهارد برضه نفس الكلام اللي كان في اول الفيديو، لازم الهارد يكون اس اس دي. ما ينفعش ابدا تشغل برمجه او شغل عموما جرافيك والحاجات دي على هارد اتش دي دي، هيكون مهنج جدا معاك. وبالنسبه لكارت الشاشه، فزي ما قلت البرمجه كبرمجه ما بتحتاجش كارت خارجي، بس البرامج اللي معاها هي اللي هتحتاج كارت خارجي. برامج زي انريل انجن، البرامج بتاعت ال 3 دي
وبرامج الجرافيك، الحاجات دي هي اللي بتحتاج كارت خارجي. وهنا انت لو انت بتشتري بي سي فكروت زي ال 1050 تي اي او ال 1650 او ال 1660 تي اي، كل الكروت دي هتكون كبدايه كويسه بالنسبه لك. ولو انت بتشتري لابتوب فكده كده الموديل اللي هو بينزل بالكارت بتاعه على طول، انت مش هتقعد تفكر هتحط كارت ايه جوه اللاب، هو اللاب بيجي بالكارت بتاعه على طول. فموديلات مثلا زي الزد بوك ال 15 زي ما قلت او الدل 7510 هتكون كويسه جدا بالنسبه لك كبدايه لو شغل خفيف لحد شغل متوسط. ولو هتبدا تدخل على شغل تقيل بقى هتبدا تحتاج اجهزه اعلى زي الدل بريسيشن ال 7530 او 40 او الزد بوك ال 15 الجي 5 او الجي 6، حاجات بقى من اول 23000 جنيه فيما فوق، ده لو انت الشغل بتاعك اعلى. وزي ما قلت كل المعلومات اللي انا بقولها دي في حاله ان انت بتشتغل برمجه بس، ايا كانت بقى نوعيه الشغل بتاعك او لغه البرمجه اللي انت بتشتغل بيها، كل الكلام ده لو انت بتشتغل برمجه بس. لكن لو هتدخل على استخدامات تانية مونتاج مثلا، هتدخل على العاب بقى والحاجات دي، فهنا انت بتبدا تحتاج متطلبات او مواصفات ممكن تختلف شويه في حاله لو انت هتشتغل شغل مختلف بجانب البرمجه. ودي انا هعمل لها فيديوهات منفصله باذن الله، هتكلم عن احسن مواصفات للمونتاج، احسن مواصفات لشغل 3 دي، واحسن مواصفات للالعاب، كل واحده هتكون في فيديو منفصل عشان المعلومات ما تدخلش في بعض. فما تنساش بقى ان انت تنزل تشترك في القناه عشان يوصلك الفيديوهات ديت اول ما تنزل، وتعمل لايك طبعا للفيديو دوت لو عجبك، وشير عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.